اهلا بيكم في فيديو جديد. طبعا اللي متابعني عارف ان احنا خللنا الزيتون ده مع بعض من حوالي 3 شهور بالظبط. هتلاقوا تاريخ التخليل موجود على القناة وطريقة التخليل على القناة في فيديو. فحبيت النهاردة افتحه معاكم كده. طبعا الزيتون بيقل شوية مع التخليل، وبصراحة انا كنت عاملة 2 برطمان، فتحت برطمان ولما جيت افتح ده قلت افتحه معاكم علشان نشوف النتيجة مع بعض. انا لبست هنا كده جلافز وبدأت ان انا اطلع من الزيتون بقى والشطة. عايزة اقول لكم ان ريحته حلوة جدا، ليه ريحة مميزة كده عن الزيتون اللي بنجيبه جاهز. انا ببتدي ان انا اطلع كده، مش عايزة اقول لكم بقى في رمضان كده على الفطار بيفتح النفس وبيكون طعمه حلو قوي. طريقة التسوية بتاعته مظبوطة جدا، والملح مظبوط كمان. الزيتونة معانا مقرمشة كده مش مهرية خالص، والملح بتاعها مظبوط جدا. مدة التخليل كده فات عليها 3 شهور، ولو قعد معاكي كمان سنة هيفضل مقرمش لان الملح بتاعه مظبوط. زي ما انتوا شايفين الزيتونة كده مقرمشة ومستوية مش مهرية معانا خالص، وطعمه كان حلو جدا. ولو عملتيه بنفس الطريقة وقعدتيه عندك سنة هيفضل مقرمش وهيفضل بنفس الطعم، لان الملح بتاعه مظبوط جدا. هو كل الفكرة ان هو كان مشطشط شوية لان انا زودت الشطة، لكن الموضوع ده تقدري تتحكمي فيه من خلال كمية الشطة اللي انت حاطه فيها. كمان الشطة اللي بتبقى مخللة كده مع الزيتون بيكون طعمها حلو جدا. انا شخصيا بحبها جنب طبق مكرونة او طبق كشري، بيكون طعمها حلو جدا. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، نتيجة الزيتون اللي خللناه مع بعض. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم جدا، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ونتقابل ان شاء الله في وصفات تانية جاية كتير.